من حوالي 8 سنين كنت شغال في شركة إعلانات في دبي، وواحدة من الأعمال الروتينية لشركات الإعلانات هي البرين ستورمينج سيشنز، القعدة اللي بيقعد فيها كل الشباب المبدعين في الشركة عشان يطلعوا بأفكار للحملة اللي شغالين عليها. وفي السيشن اللي زي دي بصراحة أنا كنت مش بتكلم كتير إلا لو كان عندي فكرة حاسس إنها تكون فعلا قوية. عارف أنت بقى مش عايز تحرج نفسك قدام الناس ولا تقول فكرة سخيفة ولا حاجة، خصوصا لو أنت قاعد مع ناس من كل الجنسيات. ومديري لاحظ الموضوع ده، وبعد واحدة من السيشنز جالي وقال لي جملة عمري ما هنساها. قال لي if you don't build peace with rejection you won't go anywhere. يعني لو مش هيبقى عندك سلام مع الرفض عمرك ما هتوصل لأي حاجة. وبصراحة الكلمة دي علقت معايا لحد دلوقتي، والتغيير اللي قدرت أعمله بسببها غير حياتي. وبدونها ما كنتش هتتفرج عليا النهاردة وتسمع الفيديوهات اللي أنا بعملها. ففي الحلقة دي عايز أشارك معاك 3 حاجات. أولا إزاي تغير منظورك عن الرفض عشان ما يكونش عائق لنجاحاتك، وثانيا ازاي تتعامل مع الرفض عشان يقويك بدل ما يدمرك، وتالت حاجة ازاي تمرن عضلات الرفض عندك عشان تبني حصانة نفسية ضده. وتعالى نبدأ بأول جزء، هو ازاي تغير منظورك عن الرفض. مشكلة ناس كتير انها بتاخد الرفض بشكل شخصي، بتفتكر ان في مشكلة عندها. ولو انت واحد حساس شوية الموضوع ده هيدفعك بكل تأكيد للاستسلام. ولكن دي حقيقة الرفض. الرفض ما هو إلا مس ماتش، عامل زي المفتاح والقفل. المفتاح اللي عندك مش راكب مع قفل الباب اللي بتحاول تفتحه. فإذا في جانبين للمعادلة، المفتاح اللي بيحاول يفتح الباب، والقفل اللي ليه مواصفات واحتياجات معينة لازم تتوفر في المفتاح عشان يتقبله. فلازم أول حاجة لما تواجه أي رفض في حياتك تفكر من منظور الباب مش من منظور المفتاح. ما تروحش تقول المفتاح ده خربان ولا المفتاح ده ملوش لازمة ولا المفتاح ده لازم يترمي، ولكن فكر إيه هي احتياجات الباب ده، إيه المواصفات اللي لازم تتوفر في المفتاح اللي معايا، القفل ده مقاسه إيه، مصنع فين. كل ده هيخليك تفصل شخصك عن الرفض ويحول الرفض لداتا وبيانات بتديك إشارات لتصحيح مسارك. في مقولة شهيرة للكاتب ماد هيك بتقول There is no rejection, there is only redirection. يعني لا يوجد رفض ولكن يوجد فقط إعادة توجيه. طيب خلينا نفترض انك واجهت رفض، سواء رفض في وظيفة عمل ولا رفض في مشروع ولا رفض في أكاديمية ولا حتى رفض في علاقات شخصية. تتعامل ازاي؟ أول حاجة هي قبول الرفض. موضوع انك تترفض في شيء خصوصا لو الشيء ده مهم جدا ليك هو موضوع مؤلم للغاية. فأنا مش هقولك ما تزعلش نفسك ولا ما تحزنش ولا أي حاجة من الكلام ده، ولكن ادي نفسك فرصة انك تتضايق، ولكن في حدود وبدون حكم على الذات. يعني مثلا اترفضت في وظيفة وسمعت الخبر والموضوع ضايقك، مفيش مشكلة، ده طبيعي انك تتضايق، ولكن ما تحكمش على نفسك انك فاشل ولا ما عندكش مهارات ولا غيره. بعد ما تمتص الشعور ده ابتدي حلل اللي حصل بشكل منطقي ومن منظور الباب والمفتاح اللي اتكلمنا عنه. لو في عدم توافق بينك وبين الوظيفة دي، ايه هي الحاجات اللي ممكن اتعلم منها؟ هل السي في بتاعي متطابق مع احتياجات الوظيفة؟ طب هل الخبرة بتاعتي متوافقة مع احتياجات الشركة دي؟ طيب هل قدرت اشارك الخبرة دي بشكل يبين التأثير الحقيقي اللي ممكن اعمله للشركة؟ هل مهاراتي اللي ركزت عليها في الانترفيو مثلا مناسبة مع المرحلة اللي الشركة فيها؟ وخلينا اديك مثال من تجربة شخصية. انا قدمت في وظيفة قبل كده وعملت كذا راوند من الانترفيوز، وبعد ما خلصت كل الراوندز ما اتقبلتش، وكان عندي تعلق كبير جدا بالموضوع. وبعد حوالي 6 شهور الشركة كلمتني وعرضت عليا الوظيفة. لما بدأت الشغل لقيت اني كنت بنافس شخص واحد في المرة الأولى وهو اللي خد الوظيفة. وبعد فترة من الشغل اكتشفت ان من 6 شهور الشركة كانت محتاجة خبرة محددة جدا، والشخص التاني كان بيمتلك الخبرة دي، عشان كده هو اللي اتعين. ما كانتش المشكلة في مهاراتي ولا في خبرتي، ولكن احتياج الشركة بالتحديد كان مركز على جزئية معينة. والدرس اللي اتعلمته من التجربة دي اني قبل ما اعمل انترفيو ابص على صفحات الشركة على لينكد ان وعلى الويب سايت عشان اعرف الشركة مركزة على ايه دلوقتي، واقدر اربط خبرتي وتجربتي مع المرحلة اللي هم فيها. فعايزك دايما بعد ما تمتص خبر الرفض تبتدي تحلل الامور، تبتدي تبص على الرفض بشكل موضوعي ومن وجهة نظر الطرف الرافض، وتشوف ازاي تقدر تكتسب دروس تساعدك في تقليل احتمالية الرفض في المرات الجاية. تالت حاجة ودي نقطة مهمة جدا، الرفض هو نبض النجاح. محدش هينجح في حاجة بدون ما يحاول، ومحدش هيحاول بدون ما يترفض. فطول ما انت بتترفض طول ما انت بتزود احتمالية نجاحك. والتاريخ مليان أمثلة بتأكد الكلام ده، من مؤسس دجاج كنتاكي اللي اترفض أكتر من 1000 مرة، لوالت ديزني مؤسس عالم ديزني، لحتى توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي. فالرفض هو طريقك للنجاح، بل الحقيقة أنت المفروض تقيس احتمالية نجاحك بعدد المرات اللي بتترفض بيها. لو ما بتواجهش رفض اعرف ان انت بتلعبها تو سيف، او انك عايش في الكومفورت زون، او انك مش تو اجريسيف في طموحاتك، او طموحك مش كبيرة بالشكل الكافي. طيب هل في طريقة ممكن أخد بيها نفسي على الرفض عشان أبني حائط يمنع تأثيره السلبي عليا؟ ودي مرحلة مهمة جدا، لو نفذتها أوعدك إنك هتخلي الرفض وقبولك للرفض بمثابة قوة خارقة ليك.
أول حاجة مارس الميني ريجكشنز، حط نفسك في مواقف هتكون احتمالية الرفض فيها 99%، زي مثلا إنك تدخل تسلم على شخص غريب وتطلب منه إنك تدردش معاه، أو تبعت رسالة أونلاين لشخص تعرض عليه خدمة ليك حتى لو كانت تافهة، أو حتى تدخل تطلب زيادة في المرتب، أو ممكن تعرض فكرة جديدة على مديرك. كل دي أنشطة هدفها إنك تقابل بالرفض وإنك تواجهه بقبول ورضا وتمارس يومك بشكل طبيعي. تاني حاجة، حول الرفض والقبول للعبة بسكور. ده هيغير نظرتك للرفض من شعور بتواجهه لنقط بتجمعها. لو انت شغال في المبيعات مثلا، شوف هتجمع كام رفض النهارده، وكل ما زادت عدد نقاط الرفض كل ما كانت دي إشارة للمحاولة مش للفشل. وتالت حاجة، اسأل ليه بعد كل رفض تواجهه. خلي الرفض يكون هو أول خطوات القبول. بمجرد ما تسأل ليه، سواء طرحت السؤال ده على نفسك أو على الجهة اللي ردت بالرفض، هتلاقي إجابات تساعدك إنك توصل لمرحلة الوحش، وهي إنك تبقى شخص مستحيل يترفض. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، ولو استفدت يا ريت تدعم القناة، وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم.